السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن بريوش، فوالا كما راكم تشوفوا، محشي داخل بالشوكولا، يعني يجي هايل وخفيف خفيف كي القطن كما شفتوا وراكم رايحين تشوفوا في ليكران صغير كامل المقادير. نزلنا الكاس ماء دافئ، زدنا خميرة تاع الخبز، وزدنا السكر، نحركوهم مليح مليح كما راكم تشوفوا. نخلط جيدا. نضيف المواد الجافة شيئا فشيئا. نبداو بشويه فرينه ونزيدوا عليها 3 ملاعق تاع غبرة الحليب، نزيدوا الفانيلا، ونزيدوا ملعقه صغيره خميره الحلوى، ونكمل الفرينه. نبداو ننزلوا فيها غير بشويه مع التحريك المستمر. في الاول نستعملوا الملعقه ولا الفوي حتى يبدا يتلم العجين تاعنا. نزيدوا ننزلوا شويه تاع فرينه ونخلط جيدا. المرحله الاولى تكون عجينه سائله. المواد اللي رانا كامل شفناهم في المقادير ننزلوهم غير بشويه، وهذا هو السر تاع العجينه، مش دفعه واحده. مثلا الزيت والبيض نخلطوهم مليح مليح وننزلوهم وحدهم كما راكم تشوفوا. ونخلط مره اخرى، ثم نضيف ملعقه العسل، ملعقه كبيره تاع عسل، نضيفها كامله. عفوا. ونكمل بقيه المقدار تاع الفرينه. الفرينه راهي هنا خدات لي 2 بول كبار، يعني كل بول فيه 3 كيسان تاع فرينه، يعني 2 غرفيات كبار مملوئين تاع فرينه، لانه الكاس اللي استخدمته كاس كبير فيه 300 مليلتر، 300 مليلتر تاع ماء. نكملوا بقيه الفرينه اللي عندنا، ونخلط جيدا. في هذه المرحله بدات تتلم، نبدا نستخدم يدي، نعجن باليد كما راكم تشوفوا هكا. نلموها غير بشويه، شيئا فشيئا تبدا تتلم، وحنا نزيدوا في الفرينه ونعجنوا، نزيدوا ونعجنوا حتى تعطينا عجينه متماسكه. هاو في الاخير تلمت العجينه تاعنا، نضيفوا لها قليلا من الفرينه هكا تتلم مليح مليح. هاي اصبحت لنا عجينه متماسكه، وعندما نتلم مليح مليح نبداو نزيدو 50 غرام تاع زبده، ندخلوها شيئا فشيئا في العجينه. ندخلوها غير بالعقل وما تخافوهاش، هي رايحه تجرى شويه في يدكم، ولكن رايحه تشرب العجينه، رايحه تشرب كل الكميه تاع الزبده. بهذه الطريقه تخليها ملساء وطريه جدا.
يعني كما قلنا في العجينة ما ننزلوش كامل المواد على دفعة واحدة، نبداو ننزلو فيهم بشويه بشويه هكذا باش الخميره تاعنا تصيب روحها وتطلع ما تفسدش. كما راكم تشوفوا هكا العجينه ولات طريه جدا. نكملوا الكميه تاع الزبده، كل الكميه نديروها كامل. وهاي ليك رانا درنا كامل الكميه تاعنا تاع الزبده وراهي ولات طريه. نعجنوها شويه واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق وحنا نعجنوها حتى تشرب مليح مليح كامل هذيك الزبده تشرب تدخل في العجين. بهذه الطريقه. ثم نستخدم راحة اليد قليلا واحد 5 دقائق وحنا نعجنو براحة تاع اليد تاعنا كما راكم تشوفوا هكا. هاي تلمت العجينة كامل وأصبحت طرية جدا. الآن ندوها تخمر، نحطوها في مكان دافئ. نلموها كما راكم تشوفوا ونحطوها، نغطيو عليها بكاش ساشي ولا بلاستيك ولا، ونحطوها في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم. هاوليك ضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا، يعني القوام تاعها طري طري جدا وخفيفه، يعني خفيفه وطريه ولكن ما تلصقش ابدا في اليد، ما تلصقلكش ابدا في يدك. عجينه رائعه. تبعي المقادير والخطوات تخرج لك هذه العجينه الرائعه، تقدري تستخدميها في كامل المعجنات. استخدميها في لامونا، في لي بريوش بالشوكولا، لي بريوش فارسي، يعني حتساعدك هاد العجينه هذه كما راكم تشوفوا هكا. رانا نشكلوا فيها وشكلناها كل واحد كما يحب الحجم اللي يديرو تاع الكرات. رانا قمنا بتشكيلها ولنا عمليه اختياريه، تحبي ديري الشوكولا، تحبي ما ديريش، تحبي ديري قطعه، انا اكتفيت بقطعه، تحبي ديري قطع كثيره يعني زوج قطع او 3، تحبي ديري الشوكولا السائله تاني تخرج نتيجه رائعه. كما راكم تشوفوا هكا نشكلها كريات ونحطوها في الصينيه تكون متباعده، يعني بعدهم على خاطر راح يتضاعف الحجم ويخمروا، تختمر العجينه ويتضاعف الحجم تاعها. نغطوهم هكا بفوطه، نحطوهم يخمروا في مكان دافئ، ونجيبوا حبه البيض نزيدوا عليها قليلا من القهوه وقطره او قطرتين تاع زيت باش يعطينا هذيك اللمعه، وندهنوا العجين تاعنا، ندهنوهم من الفوق في كامل الاطراف كامل الجوانب.
هذا المقدار راهو يعني عائلي، الله يبارك يخرج يعني. هاوليك، هاو الشكل تاعو في الاخير، هاهو طاب قطني وخفيف ورائع ولذيذ. نتمنى تجربوه، وإذا عجبكم الوصفات تاعي اشتركوا وبارطاجيو الفيديو وحطوا لي تعليقات في التعليقات الآراء تاعكم. إلى اللقاء.